بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وتكريما وتعظيما للقلم وللكتابة قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب اجعلنا من الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. ولذلك برضه النهارده احنا عايزين هنكتب هذا النص او هذه الآية البسيطة الجميلة بخط السوس: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني شوية صغيرين ونبدأ الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا عشان نكتب الآية اللي احنا قلنا ان شاء الله ان احنا نكتبها بخط السوس، انا برضه بنيجي نعمل تقريبا كده سطرين على بعد مناسب عشان الكتابة اللي احنا هنكتبها يعني ايه تكون ما بين هذين السطرين. يعني حاجة بسيطة كده احنا بس بتساعدنا بالكتابة او بنسترشد بيها، ان احنا بنجيب يعني قلمين رصاص بنحطهم مع بعض، بنحطهم في برجع كده من اللي هو البراجل العتيقة بتاعت زمان بس استغليناه. ده على فكرة ممكن ينفتح نكتب بيه السمك اللي احنا عايزينه وبينقفل بهذا الشكل. هو برجل يعني من البراجل القديمه جدا، لكن احنا حاولنا ان احنا نستغله يعني برضو ايه للمساعده في الكتاب. فهنسترشد بس كده، فاحنا حال خفيف خالص كده حتى لا تؤثر في الكتابه بتاعتنا، علشان نسترشد استرشاد خفيف عشان برضو الى حد ما بيكون في تركيبات بسيطه. طبعا ده للاسترشاد، ولكن بتبقى المعيار الرئيسي بتاعنا للقلم اللي احنا بنكتب بيه اللي هي البوصه يعني، لكن كده بس عشان نسترشد في الكتابه كده. ما بتاخدش مننا وقت، ولكن بتعمل إلى حد ما ضبط للكتابة أثناء الكتابة بتاعتها. ألا بذكر الله يعني استرشاد نكاد نكون بنشوفه كده يعني ايه زي ما بيقولوا كده يعني بالعافيه كده اهو عشان لا يؤثر. وعلى فكره ده برضه بيعمل لنا كده حاجه ذات اهميه، ان انا بيساعدني ان انا بنكتب من اي يعني فرضا انا كتبت هنا ممكن ننتقل لهنا، يعني هنحاول ان احنا نشوف نعمل هذا الكلام كده مع بعض. يعني نفترض ان احنا بدأنا من هنا، لا مانع اهو، الترويسه بتاعتنا مقدارها طبعا نقطتين. طيب نفترض ان الالف هنا يعني ما زالت طريه، الحبر لم يجف بعد. ممكن على فكره ممكن ببساطه جدا طالما انا استرشدت ممكن ننقل للناحيه دي كده بقدر الامكان اهو. نعمل الباء هنا يبقى انا انتقلت من المكان ده للمكان ده. وبرضه ممكن نشتغل من هنا علشان هنا، لان انا لو كتبت فرضا يعني انا جيت نطلع يمكن ايدي تخبط في الجزء اللي مازال يعني الكتابه فيه او الحبر فيه لن يجف، فالشيء يعني يبوظ مني. نشتغل من هنا عادي اهو، يبقى من اي مكان ممكن ان انا بنشتغل اهو
بالشكل ده كده. الترويسة بتاعتي قبل برضو ما ننتقل لمكان تاني عشان القاف بهذا الشكل. من فوق ناخد نبدأ نطلع. بيهمني أن الشكل الداخلي اللي هو ده يديني كده شكل معين كده. طبعا لفوق بننزل تاني بس برضو إلى حد ما وبفضل من الله وتوفيقه، يعني إيه ما نخبطش في كتابة لسه طرية وإلا يعني تفسد مني اللوحة اللي أنا مكتبها أو الكتابة اللي أنا مكتبها. ويعني بيبقى في شيء من الحرص وتوفيق الله قبل كل شيء. الواو 4 نقاط. يبقى حتى انا لو مشيت كده هنلاحظ ان اللي هنا ايدي ما بتجيش يمته. ممكن بس حتى نعمل الالف الاول بتاعه القلوب اهي. بنيجي من هنا هنزلت بالقلم اهو، والزلف بتاع الالف والترويسه ايضا اهي بهذا الشكل. عايزين بس انا بنحب نخلي النقط في الاخر. طيب ممكن نكتب تطمين بس ممكن نرجع تاني للي احنا بدأناه ان شاء الله يكون يعني جف نشف اهي. دي عشان اللام بهذا الشكل. الترويسة بتاعتنا لأن الألف في الثلث واللام بيبقى لها ترويسة بهذا الشكل. طبعا هنا ديت لام ألف فهناخد دي بهذا الشكل. الجزء اللي أنا بنعمله ده كده وممكن بنصلحه بسن القلم بهذا الشكل بيبقى مقداره دي مقداره 3 نقاط. يعني هنسيب دي دلوقتي لان ممكن تكون لسه الجزء اللي انا كتبته يكون لسه ما نشفش، فبنيجي هنا اهو بنطلع لفوق مع ميل مقداره نقطة او نص نقطة. المفروض ان انا بننزل هنا تاني على الحرف الخارجي بتاع الدال بهذا الشكل، ثم انفصال، ثم الدال اللي طبعا على نقطة ذال يعني بهذا الشكل. يمكن هنا كتابة لسه طرية ممكن ننتقل للجهة دي تاني، ودي ميزة اللي هو قلنا الاسترشاد بالقلم أو القلمين الرصاص بيساعدوني في إن برضه نكتب في المساحة المحددة أو المخصصة للكتابة اللي أنا عايز نكتب فيها. نقطة واحدة بننزل هنا كده، بناخد من فوق ونمشي، وقبل ما ننزل تحت ممكن نحط ألف الطاء بهذا الشكل. الترويسة الميم ممكن بناخدها كده ومن هنا نطلع باستدارة ثم فوق هنا اهو
ثم هذا الجزء بيبقى فيه استدارة خفيفة كده، وبننزل اتنين، هنا في استدارة خفيفة، وهو اتساع هذا الجزء وعمقه نقطة واحدة. نعمل النون مقدارها 5. طيب يبقى هنا تطمئن، الهمزة والخلاف والنقط قلنا نخليها للآخر لا مانع. لفظ الجلالة كلمة الله، بنعمل الجزء الرئيسي من لفظ الجلالة، اللام بتاعت لفظ الجلالة بتبقى 3 نقاط. ترويسة مقدارها نقطة واحدة. لغاية ما نوصل لهذا المستوى، الاثنين دول طول بعض، كده، ثم بننزل تاني، ثم الاستعداد للانفصال، والانفصال بالفعل بناخد منها عشان نستدير. بندخل لجوه جهة اليمين بهذا الشكل. ثم شمال شوية صغيرين كده عشان بس ناخد الدوران اللي هو هنا ده كده. بننزل اهو، ثم كده، وبعدين بنطلع بالهاء بتاعة لفظ الجلالة بسن القلم كده، وهي أساسا هذا الجزء بيتعمل رسم بهذا الشكل. ممكن بقلم أقل شوية من القلم اللي أنا بنكتب بيه أو نفس القلم لا مانع. طبعا إذا كانت في حاجة عايزة تتصلح فإحنا برضو بنصلحها بهدوء كده. يبقى ده لفظ الجلالة. له ألف بالتأكيد هنعملها أهي، هنا نشف، أيوة نشف أهو. يبقى دي الألف ديت بتاعت لفظ الجلالة، بتاعت كلمة الله يعني. الترويسة بتاعتنا أهي. بيبقى هنا اللي هي الكاف هتبقى بعيدة عننا، ما فيش مشكلة، ممكن نعملها الأول أهي. الليونة اللي فيها، وناخد الجزء اللي فوق قبل ما ننزل تحت علشان برضو الحفاظ على الجزء اللي هو جف من الكتابة بتاعتي من الحبر يعني.
بنعمل الراء برضه الجزء اللي بتعمل رسم كده. يبقى بنحاول بقى نحط انا هنا اهو ناقص لنا الالف بتاعتنا خلاص ما انا حددت. يبقى بنيجي هنا عشان الالف بتاعتي هنا تيجي فوق الركنه كده. نبدأ نحط النقاط بتاعتي. ذال لها نقطة، الباء يبقى تاء، الطماء يبقى هنا نون، برضو ادي القاف ممكن نحط نقطتين فوق بعض بهذا الشكل، ممكن جنب بعض وممكن فوق بعض بهذا الشكل. القلوب نقطة الباء هنا ممكن انا نيجي بشولة كبيرة كده عشان نقفل بس نهاية الكلمات بتاعتي بهذا الشكل. وبعدين نيجي برضو على عندنا مع بعض الحاجات الكبيرة اللي هي تحتاج لتشكيل إلى حد ما بكل قوة القلم بهذا الشكل. ألا بزك يبقى هنا السكون لما بنحط فوق بنحط بهذا الشكل على الكاف. لفظ الجلالة في فتحة هنا كبيرة عشان بس نقفل. احنا قلنا اللي بينكتب ما بين سطرين. وبعدين برضه تاء ومن القلوب ماشي. يبقى احنا هنيجي نجيب بقدر الامكان اقلام اقل في السمك لعمليه التشكيل. بنجيب عده اقلام يعني سمكها مختلف علشان برضو تساعدنا في عملية التشكيل، لأن في تشكيل أساسي وفي تشكيل فرعي. بنحاول برضو إن احنا الأقلام بتاعتنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا يعني ننظفها بهذا الشكل. يمكن محطوطة في الحبر لونه تاني، لونه يعني مختلف عن الحبر اللي احنا بنكتب بيه، فبس عشان تبقى برضو الأقلام بتاعتي نوعية الحبر واحد. ممكن هنا ببساطة كده نحط ما يسمى بالضفر أو الشولة على حسب المتعارف عليه. برضو شولة هنا كمان اهي عشان بس الحفاظ على التركيبة بتاعتي. بي في يبقى هنا عايزين كسرة كده صغيرة. ممكن هنا ما يسمى بالميزان بهذا الشكل اهي. هلا بذكري يبقى برضه هنا في كسرة. لفظ الجلالة لابد هنا بيكون فيه شدة. ميزان على حسب المساحات اللي عندي بنحط التشكيل الفرعي
بهذا الشكل. ألا بذكر الله تطأ. الأول عايزين نحط هنا الهمزة بتاعتنا أهي، وبعدين أنا على فكرة ممكن هنا الطاء عليها سكون، ممكن بنحط لو نحط فوق بيتعمل بهذا الشكل، لو نحط في نص الحروف بيستعمل مستدير وبقلم أقل. ماء على فكرة فيه هنا اهو فتحة للميم، ماء شولة صغيرة، المساحة صغيرة بنحط الشولة كده. ماء إي يبقى أنا عايزين كسرة، القو يبقى القاف عايز ضمة، القلوب كمان ضمة هنا، يمكن كده الى حد، بس لقينا يعني في حاجات يعني في فراغات الى حد ما بتحتاج حاجات بسيطه كده بنحطها ببساطه كده عشان بس ايه يكتمل الشكل عندي. يبقى احنا كده حاولنا ان احنا الحمد لله نكتب، بس هنا اللي احنا عايزين نقوله ان احنا عملنا السطرين بتوعنا الاساسيين واسترشدنا بقلم رصاص او بقلمين رصاص، احنا قلنا حطيناهم في برجله كده من البراجل اللي هي القديمه جدا، عشان بس هو ده بينفتح وبينجفت طبعا طبقا للحجم اللي انا عايز نكتب بيه، او ممكن بنكتب نمسك قلمين رصاص في ايدي ونكتب، او ممكن نكتب على طول. بس هي الحاجات اللي بتبقى الى حد ما محتاجه لبعض الدقه بتحتاج ان احنا نسترشد بالقلم الرصاص. برضه بنفتش فيها في الاخر كده لقينا هنا الجزء ده بيبقى ليه ترويسه كده لا مانع ان نحطه، يبقى الا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى احنا عملنا ديت بهذا الشكل. يبقى ده كان شكل بسيط جدا 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 يعني آية هي جميلة، يعني بتدل الإنسان على إنه دايما يكون قلبه مطمئن عندما يذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا دي كانت حاجة بسيطة جدا جدا جدا، آية مكونة من كلمات إلى حد ما مش كتيرة كتبناها، برضه كنموذج للكتابة الخاصة بخط السدس. إن شاء الله نلقاكم في مرات قادمة بإذن الله، فإن شاء الله أشوفكم في المرة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.